السلام عليكم. عايز اقول لكم حاجه النهارده، موقف طريف حصل. عارفين طبعا ان في لاعب سابق كان مدافع اسمه جيمي كاراجاي دوت، لاعب في ليفربول سابقا، لعب حوالي 500 ماتش مع ليفربول، يعني اكتر واحد لعب ماتشات تقريبا مع ليفربول. جاب 7 تجوان في نفسه وجاب 3 تجوان ليه. يعني كل شويه ينتقد محمد صلاح، كل شويه يطلع ينتقد محمد صلاح، لدرجه ان محمد صلاح في الازمه الاخيره مع ليفربول طلع قال ايه: انا طبعا مستني جيمي كاريجاري يطلع ايه، يشتم ويقل ادبه ويقول كلام وحش عليا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان راح جاي عامل تعليق كده، قال ان محمد صلاح ما فاز ابدا بكاس افريقيا مع منتخب ايه بلاده. يعني يعني محمد صلاح لاعب فاشل. رد عليه احد الجماهير بتوع ليفربول وقال له: هات لي لاعب انجليزي واحد فاز بكاس اوروبا مع انجلترا. ليه؟ لأن إنجلترا اللي اخترعت كرة القدم يا جماعة لم تفز بكأس أوروبا ولا مرة قبل كده. وصلت النهائي سنة 20، وصلت النهائي سنة 24، 2024. غير كده ما خدوش كأس أوروبا ولا شموه. فيجي واحد لاعب عمره ما خد أصلا بلده خدت كأس أوروبا، يجي يتريق على واحد بلده واخدة كأس أفريقيا 7 مرات. يعني شفتوا المنطق والعقل؟ الناس بترد عليه، الناس فاهمه، الناس واعيه. لما تيجي انت تحاول تشتم واحد بلده اكبر بلد واخده كاس افريقيا، وتيجي تقول محمد صلاح ما خدش كاس افريقيا معاه، عايز تقلل من محمد صلاح. شوف انت نفسك، هات لي لاعب انجليزي او جنسيه انجليزيه واحده خدت كاس اوروبا. يعني اللي يتكلم يبقى بالعقل. يا جماعه انا عايز احكي لكم حكايه صغيره تفهموا بيها ايه اللي بيحصل مع محمد صلاح. محمد صلاح كان واخد احسن لاعب في انجلترا السنه اللي فاتت، هداف، اسيست، كل حاجه محمد صلاح واخدها. احسن لاعب، احسن هداف، احسن اسيست، احسن لاعب في الشهر، واخدها 3 4 مرات. يا جماعه انتوا بتتكلموا عن اسطوره اسمه محمد صلاح. طب ليه السنه دي احنا ان بعض الناس اللي بيجيبوا العيب ان على صلاح؟ لا، العيب مش على صلاح. ليه بقى؟ لان الله يرحمه جوتا مات. هقول لكم الاسباب دلوقتي. وعندك كمان اللي هو رونالد، اللي هو اللي راح ريال مدريد ده، ده مشي. وده كان بيعمل اسيست لمحمد صلاح كتير. طيب ايه تاني؟ كان في اليوت مشي. اليوت ده كان لاعب مهم وكان برضو بيحب محمد صلاح جدا وبيعمل له اسيستات بصوا يا جماعه، محمد صلاح للاسف في لعيبه جديده جت ليفربول عايزه تثبت نفسها، زي ايزاك وتيكي تيكي ومش عارف، شويه لعيبه كلها عايزه تثبت نفسها. كل اللي بيحصل ايه؟ بياخدوا الكوره بدل ما يباصوا لمحمد صلاح عشان يحاول يجيب جون او يعمل لهم اسيست او يبقى هو يعدي ويرقص ويحاول يشوط هو يجيب جون ما يجيبش. ليفربول يخسر. مفيش لعب جماعي. اللعب الجماعي لسه لم يوفقوا فيه. اللعيبه بتلعب انها تثبت نفسها في ليفربول. يعني ايزاك ده لاعب جاي جديد، كل اللي جابوا جون او اتنين. انتوا عارفين بيتكلموا في ايه؟ ايزاك ده كان مكسر الدنيا مع فريقه اللي قبل كده، اللي هو الفريق اللي كان فيه قبل كده دوت، كان مكسر الدنيا قبل ما يشتروه ب 80 مليون دولار ايزاك. طيب يا جماعه احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن لعيبه بتحاول تثبت نفسها، اتظلم في الموضوع ده مين؟ محمد صلاح. محمد صلاح مظلوم بسبب ان في لعيبه قديمه كانت عارفه لعب محمد صلاح وبتعمل له الاسيستات بتاعته وبتخليه يوصل للجول وكانوا بيساعدوه. يا جماعه تعالوا شوفوا مبابي في ريال مدريد، هو محور الحديث. يعني ايه محور الحديث؟ يعني كل لاعب بيبقى ياخد الكرة عايز يدي لمبابي، كل واحد عايز ياخد الكرة يدي لمبابي. تعالوا شوفوا في مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ايه اللي بيحصل في مانشستر سيتي؟ كل لاعب بياخد الكرة عايز يديها لهالاند. كل لاعب، يعني بمعنى فعلا والله كل لاعب عايز ياخد الكرة عينه اول حاجة على هالاند، اول حاجه فاضي او ابصيله هو هالاند. تعالوا بقى شوفوا ليفربول، لا، مش محمد صلاح في دماغ اللعيبه خالص، ولا المدرب بينبه عليهم. المدرب مش بيستفيد من محمد صلاح خالص، ولا بيقول للعيبه باصوا لصلاح. يعني دايما احنا ايه عندنا هنا في مصر؟ ادي الكره لصلاح، باص لصلاح. صلاح هو محور الاهتمام بتاع اللعيبه بتاعتنا اثناء المباراه. اما دلوقتي للاسف ليفربول كل اللعيبه الجديده عايزه تثبت نفسها، كلهم عايزين يجيبوا جوان، كلهم عايزين يدخلوا جون، كل واحد فيهم عايز يثبت نفسه. فيتظلم في الموضوع ده مين؟ محمد صلاح. محمد صلاح بقى دوره ايه؟ يستلم الكرة ويرجعها تاني، يستلم الكرة يرجعها تاني. طب يعرف يرفع اسيست؟ لا، لان اصلا محمد صلاح ما بيجيلوش كور يعني انفرادات. محمد صلاح عايز حد يروح بصيله في الطويله، هو يقدر يجري بسرعته ويقدر يوقع اللي قصاده بسرعته.
اما هم مش مستفيدين خالص بمحمد صلاح السنه دي تماما. اللعب اللي بيلعبه ليفربول هو لعب اثبات ذات للعيبه الجديده، لسه لم يتاقلموا. يعني بالعربي كده عايزين مدرب ذكي واعي يقول لهم ادوا كره لصلاح، ما تحاولش تجيب جون، ادي كره لصلاح هو هيخليك تجيب جون. ده المدرب الصح. بس للاسف سلوت مدرب جه لقى الفريق كويس ولقى الفريق حلو. اول ما اللعيبه الاساسيه اللي كانت بتشغل صلاح مشيت، الفريق وقع، لان صلاح كده ما حدش بيبصيله. محمد صلاح لما بيدوا له الكره بيدوها له وهو ممسوك من مدافع. محمد صلاح عايز الكوره في المساحات الفاضيه. وبرضه لاحظت ان محمد صلاح في الفتره الاخيره علشان يعرف ياخد الكوره بقى ينزل للنص، بقى يبقى هو راس يعني محقر، وبرضه في ظهره واحد، هو بياخد واحد. بيعمل ايه صلاح في الحركه دي؟ لما بيجي ينزل في نص عند الجون في النص مش على الاجناب، بياخد الكوره بايه؟ بظهره مش بوشه. محمد صلاح مش بتاع الكوره اللي ياخدها بظهره. طب خد الكوره بظهره بيعمل ايه؟ بيحجز عشان يبصيها لحد تاني، يبقى هو الجنب وهو اللي يطير يرفع الرفعات. طب محمد صلاح ما عادش كده، هو دوره الاساسي كان هو وينج يمين. محمد صلاح دلوقتي للاسف الشديد بقى راس حربه، وراس حربه ميته. ليه راس حربه ميته؟ لان اللعيبه التانيه هي اللي بتحاول تثبت نفسها، ومحمد صلاح بياخد الكوره بظهره. كان محمد صلاح عنده لعبه بيلعبها، لما بياخد الكوره بظهره يروح جاي لافف كده ويحاول يبقى هو الجون. محمد صلاح ما عادش بيعمل الحركه دي خالص، لان اللعيبه بقت عارفه لعب محمد صلاح، بقوا ماسكينه جامد، ما يدوهوش فرصه يتضير بوشه. محمد صلاح عايز يبقى بوشه. سلوت مدرب ذكي، بس للاسف الشديد مش عارف يستفيد بمحمد صلاح خالص بعد التغيير. اللعيبه دي كلها لعيبه كتيره مشيت وجوتا مات الله يرحمه. طب انت ناقص ايه تاني؟ ناقص ايه تاني؟ انت اللي لسه بتبني فريق جديد، اصبر على محمد صلاح لما الفريق ده يتأقلم ويعرف ان محمد صلاح لا غنى عنه في الرفعات. ادوا كرة لمحمد صلاح، اعتمدوا على محمد صلاح شوية. بس ده ما بيحصلش، ودي هي دي الكارثة. علشان كده اديكوا شفتوا واحد زي كيمي اللي هو جيمي دوت عمال يقلس على صلاح ويتريق عليه، في حين هو ما بيقولش الحقيقة. لو قال الحقيقة ان لسه اللعيبة الجديدة دي بتحاول تثبت نفسها، عشان كده مش بيعملوا اسيست صلاح، ما بيساعدوش صلاح، كان قال الحقيقة. بس هو بيكره محمد صلاح. في ناس بتكره العرب وبيكرهوا للمسلمين، وفي ناس كتير كتير قوي يتمنوا له الفشل، حتى مننا بيتمنوا له الفشل عشان هم فاشلين يحبوا غيرهم يبقى فاشل. هي كده دي الطبيعة بتاعت الإنسان، محدش حد يحب إن في حد أحسن منه، وفاشل افشل زيي. هو كده ده طبيعة البشر، ربنا خلقنا كده. حتى في أوروبا دلوقتي أول ما محمد صلاح ما بقاش يجيب أجوان علشان اللعيبة الجديدة دي بتحاول هي تثبت نفسها، مسكوه وحطوا عليه السكاكين وهتندم. روني يقول له هتندم ليه؟ هتندم بعد سنتين ليه؟ الراجل عمل تاريخ، وتاريخه محفور في قلوب كل ليفربول وكل مشجعين ليفربول وكل مشجعين المصريين كمان. ربنا يوفقك يا صلاح، أزمة وهتعدي وانت بطل ومحدش يقدر يكسرك. كمل في طريقك وإن شاء الله الجاي أحسن. تابعوني محمد أبو فرحة. السلام عليكم ورحمة الله.